ازيكم؟ انا ندى. النهارده هنتكلم عن حاجه كلنا بنعملها من غير ما نحس، وبتستهلك طاقتنا وسلامنا النفسي بشكل رهيب. الحلقه النهارده عنوانها مش كل حاجه محتاجه رد فعل. اولا هنيجي لو حد مثلا كتبلك كومنت سلبي على السوشيال ميديا، او زميلتك في الشغل قالت كلمه مستفزه، او صاحبتك نسيت ترد على رسالتك او تجاهلتها، وانتي ممكن تقعدي تفكري في الموضوع ساعتين، تحللي الكلام وتتخيلي ردود، وتزعلي وتتوتري وتحكي لكذا حد عن الموقف. الحقيقة انتي اللي خليتي الموقف البسيط ده يسيطر على يومك كله، وممكن الشخص التاني ده عدى يومه ومكمل حياته عادي، بس انتي لسه واقفة في نفس المكان بتفكري في الموقف مرة ورا مرة. المهم اننا ليه بنحس انه لازم نرد على كل حاجة؟ اول حاجة ان دماغنا بتحس ان اي موقف سلبي تهديد لينا، فبندخل في وضع الدفاع، بنحس اننا لو مردناش ده معناه اننا ناس ضعيفة او اتهزمنا. تاني حاجة هي الخوف من نظرة الناس، وقلقانين الناس هتفكر ايه عننا، وخايفين نبقى ساكتين او مش قادرين نرد. تالت حاجة وهي الثقافة المحيطة بينا، تربينا على ان اللي ما يردش يبقى حد مكسور، بس الحقيقة هو الرد على كل حاجة ده مش قوة، ده استنزاف. ازاي بقى نحاول نقلل من حاجة زي دي؟ خلينا نتفق ان اللامبالاة مش معناها انك شخص بارد او ما بتهتميش. اللامبالاة الواعية هي انك تختاري معاركك بحكمة، وفي قاعدة هتفرق معاكي، وهي قاعدة 24 ساعة. مثلا قبل ما تردي على اي حاجة استفزتك، اسألي نفسك: هل الموضوع ده هيفرق معايا بعد 24 ساعة؟ هيفرق معايا بعد اسبوع؟ هيفرق معايا بعد شهر؟ لو الاجابة لأ، يبقى ما يستاهلش طاقتك. ازاي تطبقي ده عملي فعلا؟ مثلا قبل ما تردي خدي نفس عميق، او عدي ل10 بهدوء، واسألي نفسك: الرد ده هيضيف ايه لحياتي؟ وبعدين صنفي المواقف، يعني مواقف اللي تستحق رد فعل. مثلا حد بيعتدي على حدودك الشخصية بشكل متكرر، موقف بيأثر على شغلك أو مستقبلك، أو حاجة بتضر حد انتي بتحبيه. من المواقف اللي مستحقش مثلا كومنت من حد ما تعرفوش، أو كلمة عابرة من حد عصبي، أو موقف عشوائي في الشارع، وآراء الناس في اختيارك الشخصية. وفي تقنية كده اسمها الشاشة الرمادية. يعني ايه؟ يعني ردي بأقل قدر من الطاقة والانفعال، يعني ردود محايدة مختصرة، زي فهمتك، ماشي، حاضر. ما تدخليش في جدال ملوش نهاية. خلينا ناخد كمثال واقعي. مثلا حد كتب كومنت سلبي على بوست منزلاه، مثلا الرد التقليدي انك ممكن تدخلي في نقاش طويل وتزعلي وتفكري في الموضوع وليه كتب كده. مثلا الرد الواعي بقى انك مثلا تتجاهلي تماما، او تردي رد محايد وتكملي يومك وتقولي الشخص ده مش جزء من من حياتي الحقيقية. موقف تاني في الشغل، زميلتك قالت تعليق مستفز او بتقول كلام تقصدك بيه، الرد التقليدي انك تتعصبي او تردي او تفكري في رد ساخر، او تسكتي وتفضلي زعلانة بقية اليوم. الرد الواعي: هتقيمي هل ده هيأثر على شغلي؟ لو لأ تعدي الموضوع، ولو تتكلمي بهدوء واحترافية في الوقت المناسب. في الاخر انتي هتستفيدي ايه لما تتعلمي انك ما ترديش على كل حاجة؟ اول حاجة حياتك هتتغير، وهيكون عندك طاقة اكتر، مش هتستنزفي نفسك في مواقف ما تستحقش. وسلام نفسي، دماغك هتبطل تجر مواقف سلبية، وعلاقات افضل، وهتبطلي تخلقي مشاكل من اللاشيء. وعندك وقت اكتر، الوقت اللي كنت بتضيعيه في التفكير والجدال
هتستثمريه في حاجة مفيدة، وكمان هتعرفي تميزي بين المعارك المهمة واللي لأ. في النهاية القوة الحقيقية مش في انك تردي على كل حاجة، لكن في انك تختاري تردي على ايه. الصمت ساعات بيكون اقوى رد، والتجاهل ساعات بيكون اذكى قرار، وسلامك النفسي اهم من انك تثبتي وجهة نظرك لكل الناس. افتكري دايما، مش كل كلمة تستحق ردك، ومش كل موقف يستحق انفعالك، ومش كل شخص يستحق طاقتك ولا المعارك كمان. استخدمي طاقتك بحكمة. لو الحلقة عجبتك ما تنسيش تعملي متابعة، ولو عندك تجربة شخصية مع الموضوع شاركيه في التعليقات.